يا ربي السلامة. تطورات جديدة في جريمة بن أحمد، احتمال وجود ضحية ثانية والتحقيقات تتجه نحو جريمتي قتل. كشفت مصادرنا عن مستجدات خطيرة في قضية جريمة القتل التي هزت مدينة بن أحمد، حيث أظهرت التحاليل التقنية والعلمية التي أجريت على أطراف اللحم البشري والأدلة الجنائية التي جمعت من مصارح الجريمة وجود مؤشرات قوية تفيد بأن هذه الأطراف تعود لشخص آخر غير الضحية الأولى. وحسب نفس المصدر فإن مصالح الضابط القضائية المكلفة بالتحقيق شرعت في استدعاء أسر الأشخاص المصرح باختفائهم في إطار توسيع دائرة الأبحاث وجمع كل المعطيات الممكنة التي قد تساعد على فك لغز هذه الجريمة المعقدة، خصوصا بعد العثور على بقايا دم ولحم يرجح أنها تعود لشخص آخر كان قد اختفى في وقت سابق ويقطن بمدينة بن أحمد. وأكد المصدر ذاته أن إنكار المشتبه فيه لارتكاب الجريمة صعب من مهمة المحققين، لكن المعطيات الجديدة ترجح بقوة أن الأمر يتعلق بجريمتين، مما يجعل مجريات التحقيق تسير الآن في اتجاه الكشف عن تفاصيل جريمتي قتل وليس واحدة فقط.